ناس كانت فاكرة انهم بيلعبوا، لكن الحقيقة انهم كانوا بيتراقبوا. الشركة اللي عملت اللعبة دي مقرها مش معروف لها مصدر، لكن ليها فروع في 7 دول. البرايفسي بوليسي فيها بند بيقول انهم بيجمعوا الداتا لتحسين التجربة، بس اكتشفنا انهم بيبيعوا البيانات دي لشركات تسويق وسايبر. بس هل في علاقة غريبة بين الشركة دي والجهة الأمنية في بلد تانية؟ في. مصلحتهم ايه؟ مصلحتهم ان هم يقدروا يوصلوا لك، يعرفوا انت بتحب ايه، بتكره ايه، بتنام امتى، بتصحى امتى، كل حاجة عنك. طب هم هيستفادوا ايه؟ هم هيستفادوا ان هم عارفوا انت بتحب ايه وبتكره ايه، فبالتالي هيقدروا يبيعوا منتجات على مزاجهم. طب الداتا اللي بتتسرق دي بتتباع ازاي؟ بتتباع عن طريق حاجتين، يا اما الدارك ويب، يا اما الشركات مش مشروعة، فبالتالي انت متراقب. طب لما كل ده بيتاخد، انت مستفاد ولا مش مستفاد؟ انت مش مستفاد، انت بياناتك كلها عندهم جوه في السيرفرات بتاعتهم، فبالتالي انت كمان بقيت في خطر. ما تديش حاجة لأي حد، لا تدي رقمك ولا تدي الفيزا بتاعتك أو الديبت كارد بتاعتك، وما تديش أي حاجة لأي حد عنك علشان ما تتجابش. بس هل الألعاب دي هي الطريقة الوحيدة اللي بيتابعوك بيها، ولا؟ هتعرفوا الفيديو الجاي.